الاخبار. واحده من اهم المسببات اللي بتفسد طعم كل شيء حوالينا دلوقتي هو المبالغه في قيمه الناس. فتلاقي حد عمال يكتب على صوره مع واحد او يكتب لحد تعليق كلام كبير جدا وكلام كتير جدا، انت كذا وانت كذا وانت سندي وانت ظهري وانت الاجدع وانت الالمع، لمجرد ان ده السيد وكل الناس حوالينا بتعمل كده. فاحنا كمان لازم نلاقي شخص نقول عليه الكلام دوت، والا وهنبقى مختلفين او مش شبه اللي حوالينا. وبعد فتره من المبالغه في المجاملات ووضع الناس في مكان اعلى من مكانتهم الحقيقيه، للاسف تحصل الصدمه والاشخاص دول يتصرفوا تصرف عادي جدا يتناسب مع مكانتهم وقربهم الحقيقي لينا، بس احنا بنتصدم ونتدمر ونلومهم ونتبهدل ونبهدلهم معانا، رغم ان المشكله من الاول هي المبالغه في الكلام والمبالغه في المجاملات. والمبالغات ديت ممكن تكون في كل حاجه، في سعادتنا، في صحتنا، في شغلنا، حتى في همومنا. واعتقد ان اهم مسبب للمبالغات ديت هو فتح ابواب حياتنا للعامه بدون وعي على السوشيال ميديا، خلى المقارنات تزيد والحاجه للتميز تقود صاحبها للمبالغه علشان يحصل على اهتمام، وتستمر المقارنات والمزايدات والمبالغات الى ان هي تفقد الحياه طعمها كليا. فاحذر المبالغه. اللي انا عايز اقوله من الفيديو دوت انك تدي كل شيء القيمه والمكانه الحقيقيه او المكانه اللي هو يستحقها، او بمعنى اصح البس النضاره اللي بتشوف بيها الحاجه على حقيقتها. فبلاش تلبس النضاره المكبره اللي هي بتكبر لك الحاجات الصغيره، ولا انك تلبس النضاره المصغر اللي هي بتصغر لك الحاجات الكبيره. البس النضاره المظبوطه اللي بتشوف بيها الحاجات على حقيقتها علشان تعرف تدي كل حاجه القيمه والحاجه اللي هي تستحقها، وما تكونش عندك المبالغه فيه علشان ما تصدمش بعدين. صدقني من اكتر الحاجات المسببه للحزن والاكتئاب واليأس والاحباط هو انك بتدي الحاجه اعلى من المكان اللي هي تستحقها. ممكن تكون مشكله، ممكن يكون اشخاص معينين في حياتك انت بتديهم مكانه وقيمه اعلى من مكانتهم وقيمتهم، وفي النهايه انت اللي بتصدم والحاجه بتيجي على دماغك انت. فلو سمحت ادي كل حاجه القيمه بتاعتها اللي تستحقها فعلا، وما تنساش بقى انك تدي للفيديو دوت القيمه بتاعته وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. سلام.